السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزين نتكلم على تحليل السوق في الشتاء. في فصل الشتاء بيكون الإقبال قليل جدا على تسويق المنتجات، وبنكون إن إحنا محتاجين نسوق منتجات تكون الناس محتاجاها في الشتاء. احنا عندنا في شركة لاستر العالمية الحمد لله احنا عندنا 3 أقسام. أول قسم المبيدات، بعدين المنظفات، بعدين مستحضرات التجميل. فاحنا المفروض في فصل الشتاء بنستهدف العملاء اللي مهتمين بنظافة البيت ونظافة بشرتهم وحماية بشرتهم من أي حاجة تكون مضرة ليهم. فبنكون بنختار الشريحة اللي هي المستهدفة، اللي هي السيدات، وكمان بننصح السيدات باستخدام السوشيال ميديا علشان لو حابين يسوقوا للمنتجات من بيوتهم برضو بنعرفهم يعملوا ايه. خصوصا ربات البيوت اللي بيكون عندها ضغط نتيجة للظروف الاقتصادية اللي احنا بنكون فيها. فيمكن ان احنا نقدم لهم عرض عن منتجات تنافسية بأسعار وعروض تكون مناسبة ليهم. آه، بنعزز فكرة القيمة مقابل المال كاستراتيجية تسويقية فعالة. ازاي بنعمل كده؟ ازاي اننا بنشوف الاستراتيجيات بتاعت التسويق الفعالة. بنربط التسويق العاطفي بالعروض والتخفيضات والتسويق عبر الانترنت. ونشوف دورة المرأة في إنعاش السوق. المرأة هي العنصر المؤثر في شراء أي حاجة بنكون إحنا عايزين نشتريها أو عايزين نعملها. لو إحنا حطينا حاجة في دماغنا استحالة هننزلها الأرض أبدا أبدا أبدا. صح ولا لأ؟ صح. طيب علشان احنا نشتغل على الفئة دي احنا عايزين محتوى اعلان جذاب للمنتجات العناية والمنظفات. فهنكتب في العنوان الرئيسي: نظافة وعناية، دفء شتائك يبدأ مع لاستر. المحتوى الإعلاني هنقول فيه: الشتاء تبدأ رحلتك أو راحتك تبدأ من بيت نظيف وبشرة محمية. مع دخول الشتاء وبرودة الجو لاستر توفر لك منظفات عالية الجودة تضمن لك بيت نظيف ومعقم ومثالي لأجواء الشتاء. منتجات العناية الشخصية التي تحمي بشرتك من الجفاف وتمنحك ترطيبا يدوم. لماذا تختارين لاستر؟ ليه؟ عشان المنتجات بتاعته آمنة وفعالة، وكمان من غير ضرر، اقتصادية ومناسبة لكل بيت، عناية فائقة في كل تفصيلة لأننا نهتم بأدق التفاصيل وبعنايتك. نصيحة الشتاء: اهتمي بنظافة بيتك وبصحة بشرتك في الأجواء الباردة مع حلول بسيطة ومنتجات. الكلمتين الحلوين دول اللي احنا كتبناهم او اللي احنا قلناهم كلمتين حلوين جدا يشجعوا اي ست على ان هي تاخد المنتجات من عندنا. وخلوا بالكم على طول ان انتوا يعني في كل حاجة مثلا انتوا بتعملوها تكونوا وانتوا بتخاطبوا اللي بتخاطبوه، الفئة يعني اللي انتوا بتخاطبوها، تكونوا بتدوهم نصيحة زي ما انا ما قلت في كلامي كده، ان احنا نقول نصيحة وفي نفس الوقت نقول اللي احنا عايزينه. يعني ما نقولش اللي احنا عايزينه بس، لا احنا نقول نصيحة وفي نفس الوقت نديهم الكلمتين اللي احنا عايزين نقولهم علشان نفهم إيه اللي مطلوب وايه اللي احنا محتاجينه يعني. تمام. هنسوق مثلا للمنظفات والمبيدات، هنركنها دلوقتي على جنب. خلينا في المنظفات وفي المنتجات العناية بالبشرة، لأن هو ده اللي هيبقى ماشي دلوقتي. زي ايه مثلا يا مدام دعاء؟ يعني كل المنظفات بأنواعها، عشان طبعا احنا داخل علينا رأس السنة وداخل علينا العيد بتاع الإخوة الأخوات،
وكمان كده كده الناس كلها بتهتم بالعناية بالبشرة وبالشعر في الشتاء كويس جدا، عشان ما يبقاش فيه قشرة، ما يبقاش فيه أي حاجة تخص الشعر تضايق أي حد، سواء الست سواء البنت. الستات بيكونوا مهتمين جدا جدا بأن هم يشتروا كريمات وحاجات للشعر عليه الصلاة والسلام في المدارس. فاحنا برضو لسه معانا الزيوت والكريمات والحاجات بتاعت المدارس شغالة معانا، لسه برضو شغالة. احنا برضو نبتدي نعلن عن الحاجات دي ونشتغل عليها حلو جدا جدا جدا، علشان هتفرق قوي مع العملاء. تمام. تمام، فاحنا عايزين نشتغل على النقطة دي كويس جدا جدا جدا. عايزين نشوف برضو كريمات البشرة. احنا دلوقتي مش هنشتغل على كريم السان سكرين، لا احنا هنشتغل مثلا على كريم الترطيب، على كريم اليقطين، على اي حاجة تكون بتجذب العملاء. عايزين مثلا مرطب، العملاء بيكونوا محتاجين مرطب، نعمل لهم عروض بقى على الحاجات دي فنشدهم اكتر واكتر واكتر، ونعرفهم ايه هي فوائد المنتجات واستخدامها ازاي، وازاي ان احنا نستفاد بيها اكتر من اي حاجة احنا ممكن نكون بنسوق لها. ولازم زي ما قلت لكم معلومة مع الكلام اللي انتوا بتقولوه عشان تقدروا توصلوا والنتيجة اللي انتوا عايزينها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله يا حلوين.